خذ يا ولدي هذا الحصان ولد بخزسه، إينا ربما قصير كتيف الشعر لكن منه استدهشه، فكم من ضخم عظيم الهيئة تحولت الأيام إلى متقزمي، وتغير مظهره وبقي مخبره، فتلك حكمة وضعها الخالق لكي تفهمه، فسعى المطيع بالضعيف القصير كثيف الشعر ذاك في البلدة، وكتبت له الصحبة والسمعة الطيبة، ومض الحياة بينهما لا كمثل الجواد ومنتطي، ولا كمسخر وسيد، ولكن كحاني متفضل بالعطف تملأها الرأفة وشاكر، فترى له الساحقة بالمعسول أظهرت له الود بالقصود استملته، أن أبقر البطن الضعيف ذاك واجب الكنز واختاني فتالك هي الفرصة، ألم ينفذ مخزون صبرك برعاية ناقص القدرة والتعقل، سشيخ عاجلا أو آجلا وستحمل حمل فوق حملك وتصبح ذو ظهر منحني، فأبان صبر وكان المبتلى ونهر عنه وسوسة التيه أرادت له التعجلة، فهو لا يملك مصائر قدرها الخالق، تساوت الأرواح بين ناقص وعاقل، وفي يوم السحف اعتنى كل من هو الأصيل فرسه، ولم يجد هو سوى ذاك القصير لي أتليه في نطلة بختني، حتى إذا ما اتقى الجيشين تبارز كل ذي مستوى ونجاه، إذ لم يجد له نداه المستحيل في المعركة، فإذا ما جاء وقت الممات لحبية الوالد اختفى اللحم والعظام فجأة، ولم يجد أمامه سوى القلب الذر المعدان النفيس ينبغى، وصار في الفضاء فجأة صوت يدوي مستطردا، أما ذكرت لك أنك منه ست دهشة، الصبت تقدر تقطع رجلا، فنعم إنه مثلك ضعيف تحسبه مهملا، ولكنه نفيس وأردتك أن تشعر مثلي بالمعجزة.